بسم الله الرحمن الرحيم وبداية الموسم موسم 2026 2027 وقبل أي كلام وقبل أي حاجة والله أنا عارف إنك زهقت من نفس البداية ونفس الفكرة ونفس المكان اللي بنصور فيه بقالنا 4 سنين ومفيش أي تطوير في أي فيديوهات ولا كل الكلام ده، وأوعدك والله بجد أروح كده شوية واشتغل لك على كواليتي مختلف ومحتوى مختلف بشكل أنت حابب حتى إن أنت تسمع الفيديو لحد الآخر وتكمل، ويبقى فيه حتى نوع من انواع التغيير ونوع من انواع يعني بدل ما انا شغال بشكل نمطي اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم النهارده كان مباراه كذا 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 كل الكلام ده اللي بالك افتح اي فيديو حتى بقاله 4 سنين هتلاقيه بنفس الشكل ونفس الطريقه. فانا متخيل وعارف انك انت ممكن تبقى زهقت من نفس الطريقه ونفس الشكل، فانا هاخد بالي من الموضوع ده ان شاء الله بدايه من الموسم ده، وواحده واحده هتلاقيني بطور من المحتوى وبطور من الفيديوهات والطريقه واعمل لك شغل ان شاء الله ينول رضاك ويعجبك. مباراة الأهلي وإنبي النهارده هو المباراة الافتتاحية، أو يعني مش هقول لك الشرقية إنبي، هي إنبي خلاص، سيبك بقى من الشرقية إنبي، خلاص هي إنبي بكل بلعبتها بدنيتها بلبسها بكل حاجة، فاهمني؟ المباراة الافتتاحية اللي احنا استنيناها كتير جدا جدا عشان تبقى أول مباراة رسمية للكابتن الحسين عموتة واللعيبة والصفقات، ونشوف بقى الأهلي اللي بيبتدي خطوات التصحيحية، ونشوف بقى الفرقة اللي كان مقفول عليها والماتشات اللي قدامنا ما كانتش بتذاع، ونشوف بقى إيه الفرقة اللي احنا مستنيين إن احنا نشوفها. نبتدي الموسم، ما هو انت حسيت السنسور كده بتاعك قالك انك مش هيبقى في فرق كبير ما بين الموسم اللي فات والموسم ده قوي في الشكل وفي الطريقه، لان انت شفت في ماتش برشلونه اللي خلص كسكور بشكل كويس للنادي الاهلي اللي هو خسر 2-1، ولكن شفت حاجات برضو من الحاجات الرديئه ان مفيش كواليتي عندك. المباراه الاهلي بيبتدي النهارده بشوبير في حراسه المرمى، وقدامه هادي رياض وعمرو الجزار، على الشمال كريم فؤاد وعلى اليمين محمد هاني. نص ملعب الثلاثيه الاسوأ، الثلاثيه القبيحه المتمثله في مروان عطيه واحمد السيد زيزو رقم 10، وجنبه احمد نبيل كوكا. طبعا ثلاثيه يعني حقيقي بجد صعبه جدا، صعبه جدا 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 ككوره وككل حاجه. وعلى اليمين طاهر، وعلى الشمال بن شرقي، وقدامهم منذر بكرار. اوكي معلش لسه متعود على اللعيبه واسامي اللعيبه وكل الكلام ده. ابتدي المباراه من غير اي تحضير من غير اي حاجه، بشويه عشوائيه من الفرقتين من كل الكلام ده، بس تحس من شكل المباراه ان ام بي بيكستند على نفس الطريقه اللي كان بيلعب بيها من الموسم اللي فات، وهي طريقه ان هو بيضغط ويرجع يقابل، عامل كثافه في نص الملعب، مش مديك مساحات انك تعرف تعمل بيلد اب للهجمات بتاعتك. في المقابل انت مش عارف توقف انبي منين ولا منين. انبي مش بيهاجم ولكن هو قادر يخلق نوش عندك. مفيش بعد اول 10 دقائق ربع ساعه، يمكن قبل كده كمان، كوره بتتلعب عرضيه عاديه خالص، محمد هاني بيدخل يغطي، بتعلى كوره في ال 18، يجي احمد نبيل كوكا اللي حسين عموته بيلعبه عشان يحافظ على الصلابه الدفاعيه بتاعت نص الملعب، عشان هو عارف ان عنده 2 مساكين الله اكبر عليهم ابيض من الصيني بعد غسيل. يقلش لك الكوره قلشه غريبه ومريبه وملهاش اي معنى من غير ما يبقى في اي حد ضاغط عليه ولا اي حاجه. بتتصلح الكرة للاعب بتاع انبي على حدود ال 18 لوحده، متساب تماما، مفيش اي ضغط، مفيش اي رقابه، مفيش اي حاجه، بيشوط الكرة انت بتتفاجئ خد في وشك الجول الاولاني لانبي. وابتدينا نشوف السيناريو الموسم اللي فات ماتشاته هي بنفس كل حاجه. طب نرجع بقى، لا مفيش، كمل المباراه ما عندكش اي حلول. ليه؟ لان انت عندك ثلاثيه قبيحه وهي متمثله في احمد نبيل كوكا اللي ما عندوش اي كوره، مروان عطيه اللي انت عارف انه لعيب ديستروير ولاعيب هو مركز 6 صريح، واحمد سيد زيزو اللي هو المفروض اللاعب المبدع. هو مش مبدع لان هو لعيب ما عندوش بقى الواحد لواحد والحاجات اللي انت عارفها دي، ما عندوش يعني كرة فيها ابداع. هو متوظف في المكان ده عشان هو لازم يلعب، هو لازم يلعب، هو مش هيقدر تقول لازم يلعب فاحطه في اي حته. فانت مش عارف تخلق هجمات ولا عارف تخلق حاجه. في المقابل ام بي عارف انه يستخلص الكره منك، فرقه بتعرف تبني. مركز كهربا النهارده اللي هو احنا مش شايفينه مخلص كوره، ان هو بيلعبوا لاعب حر في وسط الملعب. انت خد الكوره، امسك الكوره، ابتدي وزع، اطلع. بصراحه شديده فكر عالي من محمد بركات المدير الفني بتاع انبي. محمد بركات هو تحس انه محمد ارتيتا، يعني نفس الستايل ونفس الموديل، مدير فني شاب صغير في الثلاثينات كده، وراجل مهندب ومحترم، وكورته شكلها معقول قوي، هو اكستنشن زي ما بقول لك للموسم اللي فات.
بتيجي نتيجة الضغط العالي والكور اللي بتتلعب بذكاء في أنصاف المساحات ما بين السيرد باك والباكات اللي عندك. بيدخل كريم فؤاد يشيل مهاجم انبي، تحس بضرب جزاء، يتعقد الموقف تماما، انت هتبقى 2-0. يدخل محمد حمدي باك الشمال بتاع انبي بيضيع الكوره جنب القايم، ما كملناش دقيقه يا مؤمن، والاهلي بيستقبل الجول الثاني لانه كان لازم يستقبل الجول الثاني، لان انت عندك مشاكل وعوار دفاعيه. اعتقد انا مفيش اي اهلاوي في الدنيا مش شايف الكلام ده بقالنا موسمين، احنا شايفين وعارفين وعارفين عندنا مشاكل وبلاوي، ومع ذلك انت سايبها. مثل ايه؟ انك انت مثلا جايب عربيه مرسيدس، عربيه كويسه شكلها حلو من بره فخمه، جايب صفقات، عندك لعيبه خبرات، وعندك والنادي الاهلي واعلى وكل الكلام ده، وشايل من العربيه دي في فرامل. خد امشي بقى. هو ده حرفيا اللي احنا فيه. 2-0 بعد اول 25 دقيقه من الشوط الاولاني. زيرو اداء، زيرو كوره، زيرو كل حاجه، مفيش افكار، مفيش اي ابداع. هي كره عشوائيه حتى بتطلع من دفاع انبي بشكل غلط، بيستقبلها مروان عطيه، ولاجل حظنا انها بترشق في رجله، يعني هو بيشوطها بشكل كويس وهي بتلبس في وش رجله صح، بتروح يعني في المقص، في حته صعبه جدا من بره 18. جول شكله حلو قوي 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 من بره 18، شكلها تحفه، شكلها حلو جدا. الواحد بصراحه شديده ما توقعش ان دي تطلع من مروان، ودي وكره صعبه جدا جدا يعني. 2-1، المباراه بتقول لك يلا تعالى ارجع، لكن ما برضو ما تحس الاهلي برضو ما فيش افكار هجوميه. يمكن اللهم الا لقطه بديعه لزيزو اللي بيعدي من واحد ويكسر بالتاني ويشوط الكره، لكن غير كده ما عندكش لقطات هجوميه مرعبه، ما عندكش ضغط هجومي مرعب. ماسك مستحوذ لكن انت مش ضامن ان الجزء اللي ورا دول، سواء عمرو الجزار ولا هادي رياض، انت دول على الله حكايتهم، على الله ان شاء الله يا كبير. مفيش اي كوره ومفيش اي حاجه، وربنا يستر ان الثنائيه دي يا رب ما تكملش. يعني شوف انا النهارده انا ادركت نعمه ياسر ابراهيم بجد. شوف احنا وصلنا لاي درجه بجد. شيء مؤسف مؤسف اللي احنا وصلنا له. ادركت نعمه ياسين مرعي، ادركت نعمه رامي ربيعه، ده بالنسبه لهم اسطوره، رامي ربيعه بالنسبه لهم اسطوره. سعد سمير، محمد نجيب، دول بشوات بالنسبه لهم، دول ما فيش الاثنين مع بعض، ما فيش، ما عندهمش اساسيات الكوره، ما فيش اساسيات كوره للاثنين دول تماما. تمام، ما ينفعش الاثنين دول اصلا يلعبوا في الاهلي. الشوط الثاني بيبتدي من غير اي تغييرات، وبصراحه شديده انت مستني ايه؟ يعني انت عندك اتنين سيرد باكين ما بيعرفوش يطلعوا بالكوره، وادائهم وحش وما يطمنوش. عندك محمد هاني النهارده قال البدنيه، وهو محمد هاني موجد يا هو كبر، ما هو برضه احنا لازم نبقى معترفين محمد هاني كسر ال 30. السرعات النهارده لا، في كذا كوره هو مش الاسرع ومش الاشرس. كريم فؤاد انا مش مقتنع بيه في حته ان يعني لاعب اولف برضه لعيب على حته الباك الشمال دي. تمام. دفاعيا الموضوع برضه يا جماعه بيبقى صعب جدا عليه. تمام. نص الملعب مروان وكوكا وزيزو تقيله وطاهر، يعني يعني من ثلاثيه نص ملعب والوينج اليمين عندك اجلي فوتبول، اجلي فوتبول، حاجه في منتهى السوء، يعني كره قدم رديئه. يعني انا شايف ان مثلا واحد زي كوكا، واحد زي طاهر، دول سكواد بلايرز، يعني مش لازم ان هم يعملوا لي عنصر الابداع، بس مش لازم، ما ينفعش الاثنين يبقوا مع بعض في ماتش واحد. صعب، صعبه. الماتش بيروح ويجي معاك كتير، بتحاول انت بتوصل على يعني على استحقاق كده، كرة من كريم فؤاد بيعدي يشوطها وحشة، الجول كيبر بيطلعها برجله. جوه نوش، انت عامل نوش، مش عامل خطورة حقيقية، بس عامل نوش. منين منين بقى انت بتعمل هجمات شكلها كويس بروميسنج؟ مفيش. طيب، تيجي الدقيقة الدقيقة حاجة و60 تقريبا، ضربة جزاء بتتحسب للنادي الأهلي من كورة عرضية بتتعمل من منذر بكرار، بيطلع أشرف الشرقي عشان يلعبها بدماغه، بيتزق كده أو يعني تحس إنها اتشنكل كده، اللي هو إيه، اتاخد واحدة كده حكم بيحسبها. أنا شايفها يعني ما أعرفش، بس أنا شايفها ضربة جزاء، ممكن تتحسب ضربة جزاء يعني ميبي، لأن هي أو برضه بيني وبينك هو بن شرقي بروسها حلو. يدخل زيزو يحط جول التعادل، يلا يا أهلاوية شدوا حيلكم شوية وخلاص، فاضل
تلت ساعة الماتش لأ لسه في متنفس في كل حاجة. طبعًا تغييرات بتحصل قبل الجول، إن سفيان بن جديدة بينزل، إن بنشوف علي محمود، بنشوف مين تاني نزل، علي محمود وسفيان بن جديدة، وكان في لعيب كمان، وكريم الدبيس. ادي اول 3 تغييرات مكان كريم فؤاد. بيطلع طاهر، بيطلع احمد نبيل كوكا كده. انت طلعت لعيبه بتلعب اجلي فوتبول ونزلت لعيبه عندها كوره، بصرف النظر لسه بقى ما دخلوش الجيم كل الكلام ده. والمباراه بتروح منك ل 90 دقيقه، بتطلع زيزو، بتطلع بن شرقي، وتنزل حسين الشحات وقفشه باك تو 6 سنين ورا. كوره بتتلعب على الارض من كريم الدبيسي يلمسها سفيان بن جديده بكعبه كده، القفشه اللي بيروح او بيبقى في وضع منفرد بيحطها بشكل كويس. 3-2 والماتش بيخلص بريمونتادا. والحمد لله ان الواحد برده ما طلعش يصور بعد المباراه على طول. وانت لو تتخيل حرقه الدم اللي انت بتشوفها من اول مباراه في الدوري، لا احنا يا جماعه ازاي هنكمل بالشكل ده؟ لا احنا عندنا مشاكل. اول حاجه مشاكل الدفاع، السرد باكين بالاخص ما عندهمش، ما فيش، مش لعيبه استباق ولا لعيبه عندها كوره. يعني الاثنين انا شايفهم بطاء، ما عندهمش، مش مدافعين رزلين مثلا. يعني مش احمد السيد وائل جمعه مثلا، انت عارف النوعيه دي. لا هم مش كده. وبرضه في نفس الوقت هم مش عادي انا حاسه بدر بنون، لا برضه هم مش كده. هم واخدين الوحش من هنا على الوحش من هنا، فمطلعين لك 2 لعيبه كوره، او هم لسه بدري عليهم الله اعلم يعني. بس مش هم اللعيبه دول اللي تبتدي بيهم الموسم او تعتمد عليهم. يعني خلينا واضحين، انا وانت انت تكمل بيهم موسم، دول ما ينفعش تكمل بيهم موسم خالص. عندنا مشكله في الباك اليمين. محمد هاني لازم يتخلق له بديل قوي بجد، او يريح الراجل، برضه محتاج يريح حقيقي بجد. محمد هاني اساسي منتخب، اساسي الاهلي، ما بيطلعش الملعب يا جماعه. طبيعي لازم ينزل، لازم كيرف ينزل. الباك الشمال ده دخل لي توفيق محمد بسرعه، انا محتاج باك شمال، مش محتاج اكتئز باك شمال. محتاج ان الحسين عموته باشا ما بقاش مدرب جبان، ما بقاش مدرب بيلعب كرة متحفظة، يلعب بستة وثمانية وعشرة، أو بيلعب بستة وثمانيتين. لكن كوكا ومروان عطية دونت ماتش، ما ينفعش خالص. محتاج انك انت ما تلعبش بطاهر بعد اذنكم. زهقت من طاهر. لعيب محترم وكويس وابن ناس واخلاقه كويس وما ساومش الاهلي وجد وكل حاجه، بس يا جماعه هو سكواد بلاير. مش عارف ينفع انك انت تبتدي مباراه، مش هينفع انك تحل بيه تكتل، مش هينفع انك تعمل بيه حل فردي. ممكن يدخلك في مباريات كبيره في بعض الاحيان يحل، يبقى راجع بيدافع، وممكن ينفع في شويه الحاجات دي. لكن في 80% من ماتشات الدوري ما ينفعش انك انت تبتدي بطاهر، ما ينفعش بامانه ربنا. احنا لسه بنشوف طاهر محمد طاهر اساسي. امال انا جايب منذر بخرار وسفيان بن الشتاء ليه؟ ما الاثنين دول لازم اشوفهم في الملعب. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعفو عنا ويساعدنا، او يعني يساعد النادي الاهلي انه يورينا حاجه. عايز اشوف افكار، لان لسه ما فيش افكار، لسه ما في شويه حزق، على الخط بره. بس لسه في قرارات لعيبه غلط كتير، في لا مبالاه غلط كتير. في لا مبالاه استيل انا شايفها من اللعيبه، في بلاده نوعا ما. وسيبك من الريمونتادا بلس 90 وروح الفانيلا الحمراء. انت النهارده كنت متعري دفاعيا، ولو انبي كان عنده من الجرأه ولا من اللياقه انه كان يدوس وداس، كان هيزعلك جامد قوي. عموما ده اللي كان عندنا النهارده. نشوف ان شاء الله في مباراه لاحقه، مباراه النادي الاهلي ونادي زد اف سي يوم الجمعه ان شاء الله. نطلع بعدها ونتكلم عن المباراه، وان شاء الله منتصرين. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نشوف موسم جديد مثير، ويبقى مليء بقى بالبطولات وعوده مره اخرى للنادي الاهلي. تصبحوا على خير، السلام عليكم.